مستمرين معكم متابعينا الكرام في هذه اللقاءات المصاحبة لدوري أو قرعة دوري التميز. معي الآن الأستاذ فواز المخلفي رئيس فريق العميد. أولا كيف شفت القرعة؟ والله القرعة طريقة التصنيف كانت جميلة جدا، وجميع المجموعات الثمانية متقاربة، يعني كانت تقسيمة رائعة جدا صراحة. راح تعطي البطولة نكهة إذا جات موزونة في البداية، حتمشي لين مباريات جميلة لين النهاية حتكون. أسألك عن حظوظ فريق العميد. فريق العميد هذه طبعا النسخة الثانية اللي شارك فيها فريق العميد. البطولة كان أصداءها جدا عالية، وصلت الآن لهذه المرحلة. كيف شايف العميد في هذه البطولة؟ والله العميد إن شاء الله أول في المشاركة له كانت التميز الماضية الرابعة أظن، هي أول كانت مشاركة للعميد، وصل فيها لدوري النصف نهائي، ما توفق في النصف نهائي. البطولة ذي الطموح بإذن الله إلى الكأس وتحقيق الكأس، يعني الفريق جاهز عناصريا، في إضافات قوية، في هيكلة، في مدرب جديد، وكل ثقة في المدرب والأسماء المضافة حاليا، أنه مع زملائهم المتبقين راح يكون إن شاء الله بنسبة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بنسبة كبيرة. العميد له طموح كبير انه في النهاية بإذن الله. شاهدنا طبعا حرص فريق العميد على التواجد في هذه البطولة، طبعا هذا راجع عن أهمية هذه البطولة. زي ما شفناك كتبت انه أكثر فرق، يعني البطولة فيها أكثر فرق على مستوى المدينة المنورة. العميد أكيد يحرص على بطولة التميز حتى القوة والأهمية، فأكيد إنها مهمة، ونتمنى إن شاء الله إنه نقدر نحضن وقوف في النهائية بإذن الله. عرفنا عنك دائما عندك أهداف تحب تحققها، هل التميز من ضمن هذه الأهداف حاليا؟ العميد بدأ يمكن من 4 سنوات، حقق 6 بطولات، ولكن تقريبا سنة و4 أشهر ما حقق أي شيء، وراح ينفجر في بطولة التميز. كل التوفيق. يظل بالكأس فيه. كل التوفيق. الله يسعدك، شكرا ابراهيم.